لتعلم يا هادي أنه لا حياة بدون علم. ايه هو مصير الموت؟ وايه هي الجنة؟ الإنسان متركب من العالم الجسماني والروحاني. الجسماني اللي هو الجسد متركب من الأخلاط الأربعة: الصفراء والسوداء والدم والبلغم. عند الموت الأخلاط الأربعة بترجع لطبيعتها العالية. أما الروحاني مننا فبتصفو بالمواظبة على العبادات والبعد عن الأهواء والشهوات، وبترجع الروح لموطنها الأصلي اللي هم بيسموه الجنة. طب بالنسبة لقصة آدم وحواء في الجنة، قصة آدم وحواء دي قصة رمزية عشان نعرف إننا اتخلقنا في أبهى صورة، وبعدين أذنبنا وتبنا، وبعدين تطهرنا ومتنا، ورجعنا للعالم المثالي اللي هي الجنة. الجنة. أكتر حد أنا حزين عليه في القلعة دي هو أنت يا هادي. ليه؟ الشباب هو سن المغامرة والجنون، وأنت مسجون معانا هنا. دي أقدار، وأكيد هيجي يوم في الأيام هبقى ليا حياة بره القلعة. الخيال هو زاد السجين، وأنا عشان سجين زيك فأنا دايما بهرب للخيال. الخيال؟ يعني أنا هفضل هنا طول عمري؟ كلنا. القلعة عرش حسن الصباح وأبرى أتباعه. بس أنا ابنه، يعني هبقى وريثه. وماله؟ لو يسعدك تكون ملك على الأموات يبقى عظيم. مين الأموات؟ كلنا. عشان كده الخيال هو المهرب. طب وبتهرب للخيال إزاي؟ لا، ده سر زيد بن سيحون، وعشان أقول لك سر لازم أخد عليك العهود والمواثيق، عشان السر يفضل سر. كلمة الراجل عهد وميثاق. وأنا مصدقك، مصدقك يا هادي. وده الباب اللي بهرب منه لعالم الخيال. خمر؟ الخمر محرم شرعا. ده في الدنيا، لكن في الجنة في خمر وحور عين وكل شيء. بالشرب من دي تقدر تدخل لعالم الخيال. يا مولانا الخمر محرم. ليه نقول خمر؟ نقول عصير الجنة. أنا والدي لو عرف هيقتلني وهيقتلك. والدك حرمني من نبات الجنة، فما كانش قدام غير الغروب لعصير الجنة. هنا ننسى حسن الصباح وقلعته، وتهرب مع زيد بن سيحون إلى عالم الخيال.